بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. الزمالك يستعد لسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر. استعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة المقررة لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر. استأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب حلمي زامورا استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بوسيرو قد استبعد الثنائي أحمد فتوح وناصر منسي من القائمة التي خاضت مباراة بتروجيت في بطولة كأس عاصمة مصر. وكان فتوح قد تمثل للشفاء من الإصابة التي يعاني منها في الركبة، قبل أن يفضل الجهاز الفني إراحته من المباراة السابقة، في حين فضل الجهاز الفني إراحة ناصر منسي بعد إصابته بإجهاد عضلي. كان البرتغالي جوزيه بوسيرو المدير الفني لنادي الزمالك كان قد قرر إراحة عبد الله السعيد ومحمود حمدي الونشي ومحمود بن تايك ثلاثي فريق نادي الزمالك في مباراة بتروجيت، وذلك لتجهيزهم بالشكل الأنسب لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر. بصوا بقى يا جماعة، بالنسبة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر اللي هتتلعب يوم الجمعة المقبل إن شاء الله، مباراة هتكون صعبة على نادي الزمالك. أنا مش هقول لك هتكون صعبة على نادي سيراميكا، لا، هتكون صعبة على نادي الزمالك. فريق سيراميكا كليوباترا فريق مميز جدا، بيلعب أداء سهل، أداء قوي. اللياقة البدنية بتاعت اللعيبة عندهم كويسة جدا، الكواليتي بتاع اللعيبة مرتفع جدا. عندهم لعيبة مميزين، عندهم بالحج، عندهم القندوسي، عندهم لعيبة كويسة، عندهم لعيبة في الدفاع كويسين، لعيبة في الهجوم كويسين، عندهم الخبرات عالية. بيلعبوا كرة على الأرض، بيلعبوا كرة حديثة، بيعملوا ضغط عالي، بيعملوا ضغط مرتفع. طبعا لعيبة نادي الزمالك هتتعب في الماتش دوت بدنيا، ولازم تكون مركزة تمام التمام، وخصوصا المدافعين، لأن بصراحة اللي متابع لنادي الزمالك وشايف الفريق بصراحة في الآونة الأخيرة، كم أهداف بتخش فريق نادي الزمالك مش عارف إزاي. يعني النص لما فيش ماتش بيعدي لما تلاقي الزمالك مخبوط له جون أو جونين. أي ماتش كده الزمالك يا مخبوط له جون أو جونين. طبعا الموضوع ده بيبقى سببه من ناحية الدفاع ومن ناحية نص الملعب، وعدم تركيز برضك من بعض اللعيبه، وكسل من بعض اللعيبه. ده حاجه. الحاجه التانيه طبعا مباراه سيراميكا كليوباترا فريق قوي، احنا اتكلمنا اهو بنقول الماتش مش محتاج اي تهاون من لاعبي نادي الزمالك في الناحيه الهجوميه. ازاي؟ يعني مثلا لاعب يجي له انفراد بقى زي ما انفراد مصطفى شلبي في مباراه بتروجيت جنب العرض جنب القايم. طبعا ما يحصلش الكلام ده، لان الفرصه اللي هتيجي خلاص. ده حاجة كمان، إن أنت سيراميكا كليوباترا لو عِلي عليك وجاب جون في التاني خلاص انسى، لأن هم منظمين، أنت مش هتقدر تعمل أي حاجة. هيلعبوا على المرتدة، هم بيجيدوها مش 100%، بيجيدوها 200%. فطبعا أنت في الحالة ديت خلاص أنت هتستسلم، لأن هم جابوا جون في التاني خلاص. فأنت لازم تتنك أنت ليدك، أنت يا متعادل أو تكسب. جابوا جون خلاص انسى، هيقفوا دفاع ويتكتلوا. هما مش بيتكتلوا بهدف التكتل، هما بيتكتلوا لأنهم هيلعبوا هجمة مرتدة ممكن يخبطوك التاني، وعندهم اللعيبة أصحاب السرعات اللي ممكن يعملوا ده. الجديد الجديد يرفض التجديد. كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن تواصل لجنة التخطيط مع اللاعب محمد السيد ووالده من أجل إقناعه بالحصول على توقيعه واستمراره داخل القلعة البيضاء. عقد اللاعب محمد السيد لاعب وسط فريق نادي الزمالك انتهى بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل. لجنة التخطيط بنادي الزمالك تحدثت من جديد مع اللاعب ووالده من أجل أن يوقع عقود جديدة لنادي الزمالك وبزيادة مالية كبيرة عن العرض الذي يتقاضاه حاليا، حيث أن عقد اللاعب لا يتجاوز 300 ألف جنيه في الموسم. عرض نادي الزمالك لمدة 5 مواسم ومبلغ جيد، إلا أن والد اللاعب أكد لجنة التخطيط على أن الوقت لا يزال مبكرا في الوقت الحالي، وابنه يريد خوض تجربة الاحتراف الخارجي. لجنة التخطيط بنادي الزمالك وعدت اللاعب ووالده بأن نادي الزمالك لن يقف عقبة في طريق اللاعب في حال تلقيه عرض قوي من الخارج. طبعا يا جماعة بالنسبة للاعب محمد السيد، اللاعب محمد السيد بيلعب نص ملعب في نادي الزمالك مركز 8، اللي هو بيلعب جنب دونجا. طبعا هو لاعب شاب، لاعب صغير في السن، وبصراحة لاعب موهوب. هو بس ينقصه شوية خبرات، شوية تحركات في الملعب، ازاي يغطي، ازاي كذا. يعني هي حاجات ممكن تيجي مع الوقت. لاعب بصراحة كويس وهيفيد نادي الزمالك وسنه صغير. طبعا اللاعب مش في معزل عن اللي هو شايفه حاليا من الأحداث اللي بتدور حواليه. طبعا تجديد زيزو، وكل لاعب دلوقتي طالب 70 مليون و50 مليون. هو طبعا عقده
300,000 جنيه طبعا، بحكم إن هو كان طالع من فريق شباب نادي الزمالك. فطبعا هو دلوقتي هيقول لك ده مبلغ ضعيف جدا بالنسبة طبعا للأرقام اللي هو بيسمعها. وطبعا زي ما انتم عارفين في أندية في مصر طبعا بتحاول تستخدم اللعيبة اللي هي مبشرة طبعا، فطبعا بيقلبوا اللعيبة ديت على الأندية بتاعتهم. طبعا معروف الكلام ده، عشان يروح كذا ولا انت هتاخد كذا هندي لك كذا، لا انت مهضوم حقك في الفريق التاني. يبتدي اللاعب يفكر. طبعا الاموال معاهم والفلوس معاهم زي الرز يعني، مفيش اي مشكله. فطبعا بيخلوا اللاعب ينقلب على الفريق بتاعه، ويبتدي بقى ايه، يرفض التجديد، ويبتدي هم ياخدوه بعد كده بقى ايه. بعد كده تبقى سهله ان شاء الله يعني. زياد فتحي يطير الى الدوري الاسباني. وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على انتقال زياد فتحي لاعب فريق الشباب مواليد 2007 لفريق الشباب بنادي سيلتا فيجو الأسباني. وقع الزمالك على عقود انتقال زياد فتحي، حيث حصل النادي الأسباني على البطاقة الدولية للاعب واستخراج تصريح العمل الخاص به. ليصبح اللاعب الشاب جاهز للمشاركة مع فريق الشباب بمباريات الدوري الأسباني، ويحصل الأبيض على 20% من إعادة بيع للاعب، و300 ألف دولار في حالة مشاركته مع الفريق الأول للنادي الأسباني. طبعا بالنسبة إن اللاعب زياد فتحي ده لاعب من مواليد 2007، فريق اللاعب يعتبر شاب. طبعا نادي الزمالك هيوديه سيلتا فيجو الاسباني. كون الزمالك يودي لاعب في اوروبا ده مش وحش، ما قلناش فيه اي حاجه. بس المشكله في حاجه تانية، ان انت بتودي اللاعب بيطلع يلعب له سنه او اتنين، وتبص تلاقيه رجع للنادي المنافس. طبعا انت بتوديه ياخد خبرات ومستواه يعلى. طبعا بيجي بقى النادي المنافس لو لقى اللاعب، ولا بيبص على اللعيبه برضك بره وجوه، هو بيشوف اللعيبه بره وجوه عشان يشوف اللاعب اللي هو ممكن يجيبهم. هو دلوقتي ما بيعتمدش على قطاع الناشئين عنده دلوقتي النادي المنافس بتاعنا، هو بيعتمد ان هو بيجيب اللعيبه الجاهزه. فطبعا هو بيجيب لعيبه محترفين من افريقيا، بيجيب لعيبه عرب برضك كويسين. يبص يشوف ان اللعيبه اللي عندك كويسين اللي ممكن يطلعهم بره، او ياخدهم مباشر من عندك. هتبص تلاقي هو عنده تخمة بقى في الخط الأمامي وخط الدفاع، لعيبة محترفين ولعيبة من هنا ولعيبة من هنا. تبص تلاقي أنت مستواك ضعف جدا وهو مستواه بيعلى. في نفس الوقت أنت الكلام في إيه؟ في 300 ألف دولار كلام فاضي يعني، ما اللي الزمالك هياخدهم لو اللاعب شارك مع سيلتا فيجو الأسباني يعني، الفريق الأول. الخبر ده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.